السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلاب الصف السادس، معايا النهاردة الدرس التاني، وهو نشاط رقم 5 الطاقة والماء. احنا اتكلمنا في الدرس اللي فات عن فعل الطاقة، ان هي يا اما بتكتسب الرياح، بتعمل عملية اكتساب للطاقة او فقدان من خلال دورة المياه في الطبيعة. النهاردة هنتكلم بشكل اكبر شوية عن انتقال الطاقة ازاي وبينتج عنه ايه، وعملية النتح وعملية التكثف، وهنشوف الدرس كله بيتكلم عن ايه دلوقتي. معايا اول حاجة انتقال الطاقة. انتقال الطاقة هنا لما بقول ان الهواء بيتحرك في دورة المياه في الطبيعة، لما الهواء عندي بيبقى فيه رياح في الغلاف الجوي، بيعمل حاجة من اتنين، يا اما فقد للطاقة او اكتساب للطاقة. طيب يعني ايه فقد ويعني ايه اكتساب، وامتى بيحصل ده وامتى بيحصل ده؟ لما بيحصل اكتساب للطاقة بتبقى جزيئات المية عندي فيها طاقة حرارية من خلال طبعا أشعة الشمس، فبالتالي بيحصل لها اكتساب للطاقة وبتتباعد عن بعضها، وبيحصل عملية ايه، انصهار للجليد او للثلج، او عملية النتح او التبخر للماء، وبتبتدي ان هي تطلع في الغلاف الجوي. كده عندي الهواء او الغلاف الجوي اكتسب ايه، اكتسب طاقة، او الهواء اللي في الغلاف الجوي اكتسب ايه، اكتسب طاقة. طيب امتى بيفقد طاقة عندي؟ بيفقد طاقة لما جزيئات المية بيحصل لها ايه، فقدان للطاقة، يعني بتتخابط مع بعضها وبتتقارب مع بعضها بشكل اكبر بكتير، وبيحصل حاجة من اتنين، يا اما عملية تكثف للماء اللي في الغلاف الجوي، او عملية تجمد للمياه اللي هي اصلا منصهرة، او اللي هي اصلا في الغلاف الجوي برضو، وبتنزل على هيئة قطرات تلج، يعني برضو بتبقى متجمدة. يبقى عندي اكتساب الطاقة بيحصل امتى؟ اكتساب الطاقة بيحصل لما أشعة الشمس بتنزل على المياه، فبيحصل لها تبخر للمياه، فالغلاف الجوي عندي هنا بيكتسب طاقة، يعني بيكتسب طاقة يعني بيكتسب بخار ماء، فده عملية اكتساب طاقة. اما عملية فقد الطاقة لما بيبتدي هطول الامطار، السحب بتتخابط مع بعضها، فبيحصل عندي هطول للمياه، وبيبتدي ان هي المياه تنزل مع تخابط او تقارب السحب مع بعضها، فبيحصل عملية تكثف للمياه اللي تبخرت، او بيحصل عندي تجمد للمياه، وبتنزل برضو في شكل هطول على هيئة قطرات ثلج، او بتتجمد لو هي في الارض. طيب وهي عملية النتح بقى اللي كنا قلنا عليها، يعني ايه عملية النتح وبتحصل امتى؟ عملية النتح ديت هي تبخر مياه المحيطات والبحار والانهار، ودوت طبعا التبخر دوت بيحصل برضو في اوراق النبات. يعني ايه؟ يعني لو مثلا ماما جايبة خضرة في البيت، جرجير او كزبرة، اي نوع خضار، وحطاه في كيس بلاستيك وحطاه في التلاجة، بعد يوم او بعد يومين بلاقي الكيس دوت عليه ايه من جوه، عليه قطرات ماء. جت منين؟ طيب قطرات الماء ديت جت منين؟ من اوراق النبات. اوراق النبات هي اللي عملت عندي عملية النتح، وطلعت بقى المياه اللي كانت فيها، او المياه الزائدة اللي كانت موجودة جواها، وتخلصت منها في شكل ايه، نقاط ماء بتبقى موجودة على الكيس البلاستيك من جوه. ممكن ان احنا نشوف اي حاجة عندنا في التلاجة ونشوف فعلا الكلام دوت ونتأكد من المعلومة دي. طيب يعني ايه بقى النتح دلوقتي؟ احنا فهمنا ايه هو النتح، بيحصل ازاي او شكله بيبقى ايه، وبيحصل في ايه وفي ايه. قلنا في المياه بشكل عام، سواء بحار او محيطات او انهار، او كمان في اوراق النبات. دوت التبخر اللي بيحصل في المياه، هو ده اسمه عملية النتح. يبقى ايه هو النتح؟ عملية تقوم بها اوراق النباتات للتخلص من الماء الزائد في صورة بخار ماء، عن طريق ايه؟ عن طريق الصغور الموجودة في النبات. زي ما احنا شايفين كده، الصغور الصغيرة دي هي ديت اللي بتخرج الماء الزائد فيها، وطبعا دي بتتشاف بالعدسة المكبرة، ما بتتشافش بالعين المجردة. هي دي بقى اللي بتطلع قطرات الماء او نقاط الماء اللي بتبقى زائدة في النبات، زي ما احنا شايفين عندنا هنا كده. طيب لما اجي اقول النتح ده بيحصل بيخرج قد ايه ميه في الهواء الجوي، هقول ان هو بيخرج حوالي 10% من بخار الماء الموجود في الهواء. يعني ايه؟ يعني بخار الميه اللي موجود عندي في الغلاف الجوي تقريبا 10% منه
من عملية النتح. يبقى النتح عندنا بيخرج منه 10% بخار ماء من اللي فيه الهواء الجوي. كمان بقدر الاحظ عملية النتح ديت في النبات وهو صغير لما بيتعرض للشمس، بيبقى ملفوف كده بكيس بلاستيك زي ما قلنا عشان يحافظوا عليه ويحافظوا على درجة حرارته، فبيبتدي ان هو يبقى فيه بعض قطرات الماء زي ما احنا شايفين هنا في الصورة ديت كده، بيبتدي ان هو يجمع بعض قطرات الماء. طيب كيف بقى بتؤثر الطاقة الشمسية ديت في معدل النتح؟ ازاي بتأثر الطاقة الشمسية او كمية الطاقة الشمسية اللي داخلة للنبات في عملية النتح وفي اوراق النبات؟ هل بتزيد؟ طبعا هتزيد. كل ما كمية الطاقة الشمسية اللي واصلة للنبات كتيرة، كل ما زادت درجة حرارة الاوراق، كل ما زادت سرعة تبخر الماء من الورق. يعني ايه؟ يعني هي عملية مرتبطة ببعضها. ازاي الكلام دوت؟ ازاي ان هي مرتبطة ببعضها؟ لان هي زي ما قلت كل ما كمية الشمس كانت قوية جدا او حرارة الشمس كانت قوية، كل ما درجة حرارة الورقة بقت سخنة اكتر، بقت درجتها مرتفعة اكتر، فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ بالتالي هتزيد سرعة تبخر المية من الاوراق، وطبعا هيزيد معدل النتح في الهواء الجوي او في النبات او في الغلاف الجوي. يبقى عندنا بتأثر كمية الشمس، ايوه بتأثر كمية الشمس في عملية النتح. طيب لما يقول لي علل النتح نوع من التبخر، ليه هو النتح بيعتبر نوع من انواع التبخر؟ هقول له لان اوراق النبات بتتخلص من المية الزايدة في صورة بخار ماء. زي ما قلنا عملية النتح بتطلع لي من النبات الماء الزائد اللي موجود فيها عن طريق تبخر المية ديت في الهواء الجوي او في الغلاف الجوي. فبالتالي النتح ده بيعتبر من التبخر لان اوراق النبات بتتخلص من الماء الزائد في صورة بخار ماء. كمان عندي دي الجزئية الخاصة بموضوع النتح، ودي مهمة جدا وصغيرة زي ما احنا شفنا. لما ندخل على الجزئية التانية، التكثيف او التكثف. التكثف عندنا هنا بيحصل ازاي؟ التكثف بيحصل لما بيفقد الهواء او بيفقد الغاز الطاقة. يعني الهواء الجوي بيبتدي يفقد طاقة فبيتحول الى سائل، وديت امثلة برضو التكثف في الطبيعة اللي هي اللي هي السحب. السحب تعتبر من امثلة التكثف في الطبيعة لان هي بتبقى محملة ببخار الماء، يعني اكتسبت طاقة وتحملت ببخار الماء، وبالتالي هي كده متشكلة في عملية تكثف، فبتبتدي ان هي تلتصق ببعضها البعض وممكن تنزل على هيئة قطرات مطر، فهنا هتفقد طاقة وبالتالي الهواء هيبرد وهيتحول الى سائل. طيب لما بص هنا ازاي بتتكون السحب بقى؟ زي ما كنت لسه بقول، بخار الماء بيبتدي ان هو يتحمل ببخار الهواء الجوي، بيبتدي يتحمل ببخار الماء عن طريق أشعة الشمس لما بتسقط على المياه أو المسطحات المائية، فبيبتدي المياه دي بتكتسب درجة حرارة، فبتبتدي ان هي تعمل عملية تبخر او عملية النتح زي ما كنا بنتكلم، وبتشبع الهواء الجوي ببخار الماء. يعني ايه؟ يعني الهواء لما بيحصل له عملية تبريد وبتنخفض درجة حرارته بيكون مشبع مشبع ببخار الماء. طيب تاني حاجة بيحصل عندي بيحصل عندي تكثف لبخار الماء ده. هو بخار الماء دلوقتي بيبتدي ان هو يطلع في الغلاف الجوي. طيب بيطلع ازاي في الغلاف الجوي؟ بيبتدي ان هو يلتصق بجزيئات من الغبار، يعني الهواء او الاتربة اللي في الجو. كمان بيبتدي يلتصق بالدخان الموجود، اي ادخنة مصانع، ادخنة سيارات، اي ادخنة موجودة، او حبوب اللقاح في الجو. حبوب اللقاح اللي هي الحاجات الصغيرة اللي بتبقى خارجة من النبات، اللي هي بتبتدي ان هي تتلقح وتعمل نبات مرة تانية. طيب وده كمان بيعمل على زيادة سرعة عملية التكثف، يعني التصاق قطرات الماء او بخار الماء ده بالجزيئات ديت زي الغبار والدخان وحبوب اللقاح في الجو بيعمل بيعمل على سرعة انتشاره اكتر او سرعة تكثفه اكتر، ان هو يطلع في الهواء فوق او يتصاعد الى الغلاف الجوي بطريقة اسرع وبشكل اسرع اكتر. بعد كده بيتجمع قطرات البخار بتاعة الماء دي بتتجمع
ولما بتقابل هواء بارد بتحصل ايه في قطرات الماء ديت؟ بتبتدي ان هي تظهر على شكل سحب، بتتكون او بتتجمع مع بعضها وتظهر عندي على شكل سحب. وبعد كده ايه اللي بيحصل لها؟ بيحصل لها ظاهرة اسمها ظاهرة الهطول، اللي هي طبعا معروفة عندنا ان احنا بنقول ايه في امطار او الدنيا بتشتي سقوط الامطار، هو دوت ظاهرة الهطول. اول حاجة عندي ظاهرة الهطول ديت ليها شكلين. ايه هما الشكلين دولت؟ الشكلين دول اول حاجة هطول مطر، يعني ايه؟ يعني نزول بخار الماء دوت في شكل امطار، يعني في شكل قطرات ماء سائل يعني. تاني حاجة هو هطول الثلج، يعني هطول الثلج يعني بتبقى على شكل قطرات ثلج او بلورات ثلج صغيرة كده بتنزل برضو في شكل هطول. طيب هنشوف ده بيحصل امتى وده بيحصل امتى. بيحصل امتى الهطول بتاع المطر؟ لما بتصبح قطرات الماء مكونة للسحب اثقل، يعني بتبقى السحب محملة بقطرات ماء كتيرة وبتبقى حجمها اثقل بكتير، فبتبتدي ان هي تسقط بفعل ايه الجاذبية، زي ما كنا بنتكلم في الدرس اللي فات وقلنا ان اللي بيأثر في دورة المياه في الطبيعة بيأثر فيها حاجتين، هي الطاقة والجاذبية. هطول بقى الثلج، بيهطل الثلج امتى؟ لما بتبقى درجة حرارة الهواء في السحب منخفضة جدا بما يكفي علشان تتكون قطرات الماء دي تتحول الى قطرات جليد او قطرات ثلجية، فطبعا بتسقط برضو بفعل الجاذبية بس بتكون على شكل قطرات ثلج. يعني عندي هطول المطر او هطول الثلج اللي بتحكم فيهم ايه يا ولاد؟ اللي بتحكم فيهم درجة حرارة الجو او درجة حرارة السحب، هي اللي بتتحكم عندي في ان الهطول يكون على شكل امطار او على شكل ثلوج. وبكده نبقى خلصنا درسنا النهارده، درس خفيف جدا ومفهوش اي حاجة، برضو بنتكلم عن الطاقة وبنتكلم عن اهميتها في موضوع دورة المياه في الطبيعة، سواء بتفقد او بتكتسب طاقة، وعملية النتح اللي اتكلمنا عليها مهمة جدا. وبعد كده اتكلمنا عن التكثيف. راجعوا الفيديو، وعلشان الدرس الجاي ان شاء الله هنحل الاسئلة قبل ما نبتدي في الدرس ان شاء الله. واشوفكم على خير الفيديو الجاي. ما تنسوش تعملوا لايك، واللي ما عملش يروح حالا يعمل اشتراك في القناة عشان يوصلوا كل جديد ويفعل الجرس. واشوفكم على خير الفيديو الجاي. السلام عليكم.